بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض لحمه محمره. اول حاجه هجيبها ان انا هحط في الحله لحمه مقطعه مكعبات واحط عليها سمنه وزبده او سمنه بس اللي انتوا تفضلوه. انا حطيت هنا خليط سمنه وزبده، هبتدي اقلب فيها لحد ما لونها يغمق. دلوقتي اهي اللحمه ابتدى لونها يغير، بس انا عايزه بس الميه اللي فيها تنشف الاول، وبعد كده هبحط عليها بصل متقطع مكعبات ومعاه توم. خلاص اول ما اللحمه اتشربت ميتها حطيت لها البصل وحطيت لها الثوم وهقلب فيها. خلاص كده انا خدت اللحمه تقليبه واحده، هكون مجهزه ميه مغليه واحطها عليه. لازم تكون ميه مغليه علشان ما تاخرش سوى اللحمه، لان لو حطيت ميه من الحنفيه هتاخر في سوى اللحمه. خلاص كده يا دوبك الميه تغطيها، لان انا عايزاها بس تستوي في الميه دي ومش محتاجه ميه اكتر من كده، علشان انا عايزاها تتشرب الميه دي كلها. خلي بالكم انا دلوقتي مش هحط ملح ولا فلفل، لان الملح بيأخر سوى اللحمه. لما تخلص خالص تستوي احط لها الملح والفلفل. الفلفل عشان ما يغمقش لونها اللحمه وهي بتستوي. هسيبها دلوقتي على النار اغطيها لحد ما تستوي. اهي خلاص كده اللحمه استوت معايا. اول ما لقيت الميه بتاعتها ابتدت تتشرب فضلت متابعاها اقلب فيها عشان ما تتحرقش من تحت، وبعد كده تبلتها حطيت لها الملح والفلفل بتاعها، وده الشكل النهائي ليها. خلاص هنا حطيتها في طبق التقديم. بنسيب معاها شويه صوص عشان يدوا نكهه للحمه. طعمها جميل جدا على فكره، جربوها، الاطفال هيحبوها اكتر من اللحمه المسلوقه. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد.